هذا مسجد الغمامة. شيخ عبد الله ممكن تحدثنا عن هذا المسجد؟ نعم، هذه منطقة المصلى، مسجد المصلى المشهور بالغمامة. نعم. معالم المدينة لها ميزات غريبة جدا. هذا المكان لا ينحصر فقط في الماضي، حتى الحاضر الآن. هذا أول فضاء يقابل النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الغربية إذا خرج مسجد النبوي الشريف. إلى الآن المسلمين في أنحاء العالم يصلوا العيد في مكان فضاء. هذه السنة أخذت من هذا المكان. هنا صلى المصطفى صلى الله عليه وسلم آخر عيد، واشتهر بالغمامة لأنه كان يستسقي، على خلاف بينه وبين المسجد النبوي الشريف في القصة التي قال له أبو بكر: كأنك تذكرت قول الشيخ، يعني أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، فمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي يضعونه على الكعبة فيمطرهم الله سبحانه وتعالى، فكانوا يستسقون الغمام بوجهه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا أظلته غمامة، المظلل بالغمامة، على خلاف الروايات بين هذا المكان والمسجد النبوي الشريف. لكن قطعا هذا مكان آخر. هذا المكان كان يصلي عليه الصلاة والسلام في صلاة الأعياد، وهذا آخر عيد نبوي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. في هذا المكان خلفه مسجد أبو بكر الصديق، أيضا هذاك المسجد، ذاك المسجد خلفه مسجد علي بن أبي طالب. 3 مساجد في مواضع في منطقة المصلى. المصلى تذكر في السنة والسيرة هي هذه المنطقة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب في المصلى. كل قصص المصلى تسقط على هذه المنطقة المباركة، وهي الآن أصبحت تقريبا ملتصقة بساحة المسجد النبوي الشريف. هذه الساحة الغربية، نعم. هذه منائر الحرم، ويستطيع الإنسان أن يصل إليها ماشيا على قدميه بمجرد أن يدخل من الناحية الجنوبية الغربية من ساحات المسجد النبوي الشريف، ليجد هذا المسجد الذي بني بطراز معماري بديع، وهو مسجد الغمام والمصلى، ثم مسجد أبو بكر الصديق، ثم مسجد علي بن أبي طالب. كلها أماكن من أماكن السيرة العطرة والأيام النضرة لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهي مرتبة على النحو الآتي: مسجد الغمامة في الجنوب الأقرب إلى القبلة، ثم مسجد أبو بكر الصديق، ثم مسجد علي بن أبي طالب. هذاك مسجد علي بن أبي طالب. هذه المنطقة كمنطقة تسمى المصلى. أي نعم. أي كان يسميها الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الصلوات ذوات الأسباب، إذا جاء السبب جاءت الصلاة، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، فكان يخرج إلى فضاء. وإلى الآن المساجد السنن هذه تقام، سنة العيد في فضاء. صحيح. لذلك هذه الأماكن لا تنحصر فقط بماضي وانتهى، هي واقع مرتبط بأكثر من 1.5 مليار إنسان. أخذوا لك أن تتصور أثر هذا المكان على العالم. هذا المكان المصلى طبعا فضلا عن قيمته التاريخية باعتباره ارتبط بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.